شكون صفاها لهذا السيد وعلاش صفاها ليه وعلاش دار فيه ديك الحاله وعلاش مشى وخلاه. هادو هما التفاصيل اللي غادي نسمعوا في هذه القصه. وجدوا ودنيكم سماعاتكم، بداو على بركه الله. القصه ديالنا اليوم غتاخذنا للنواحي ديال مدينه الصويره في 2003. ملي واحد السيد شاف صاحبو تعطل عليه هادي مده ما سول فيه، وهما كانوا تقريبا كل يوم كيهضروا. في الاولى عذروا، قال من ربما راه مشغول. من بعد السيد كاع ما بان، قال اجي نمشي نسول عليه. مشى لعند هذا كريم فعلا، دق عليه. ديك الوقيته اللي كان كيدق كان كيشم ريحه خايبه. كيصوني لصاحبو في التليفون ما كيجاوبش. يعاود يصوني التليفون ما يجاوبش. الريحه خانزه، ديك الريحه مشعله ودم الله. هذا صرات له شي حاجه وبقى في دارو لداخل، ولا مشى وخلى شي حاجه لداخل في دارو. اش غادي يدير ما يدير؟ صونا لخواتاتو، صونا المعارف، وصلوا لخواتاتو صونا عليهم. قال لهم ودي راني جيت عند كريم وراني عييت ندق في الدار وراه ما ردش عليا والريحه راه هنا خايبه. الا عندكم الساروت ماذا بيكم تجيو. مشاو يشوفوا خوهم اش طاري ليه. ملي مشاو وحده فيهم كان عندها فعلا الساروت تاع الدار، حلات دخلوا يلقاو واحد المنظر. الاخوات حيحه، الناس ما عرفت باش تبلات، اللي شويه فيهم تمكن وتوقد. صونا البوليس قالوا ليهم اللي ما دارش اللايك يمشي يديروا، اللي ما دارش كومونتير يديروا، اللي ما دارش الابوني يديروا. صوناو البوليس قالوا لهم ما ودي رحنا لقينا واحد الجثه تاع واحد السيد في دارو، لان واخا كاع يموت موته طبيعيه راه خاص يجيبوا الطبيب الشرعي، وهو كان دازت على الموت ديالو فتره طويله. اذا ضروري البوليس يجي، هما غادي يجيبوا الطب الشرعي او لا يديوه لعند الطب الشرعي. البوليس هنا تحرك على وجه السرعه، لانما البلاغ جاهم بالادريس بالعنوان بالسميه بكل شيء. فمشاو هما، مشات معاهم الشرطه العلميه ومشات معاهم الوقايه المدنيه. ملي مشاو لقاو ديك الحومه مقلوبه والحيحه تمايا، والناس راكم عارفين غير يسمعوا شويه ديال اللغوات ولا يشوفوا شي اكسيدون خاص كلشي يخرج يشوفوا كلشي يجيب الخبر. حساب لهم زعما هما شوف تيفي هما غادي يجيبوا السبق الصحفي. نرجعوا لهنايا لعند البوليس، مشاو ولقاو الحيحه في ديك الدار، وخواتاتو سخفانين بالغوات ويبكيو. لقاو خوهم ميت، الله يحسن عوانهم، ماشي سهله عليهم. لقاو صاحبو اللي كان سميتو الراضي، قال لهم انا اللي اتصلت بكم. قال لهم انا صاحبي كل مره كيهضر معايا يوم يومين ما كنخطاوش الهضره مع بعضياتنا، وكنت متفقه انا وياه في الويكاند نتلاقاو. ما جاش لعندي قلت الغدا ليه نسول فيه، سولت فيه الغد ليه، جيت دقيت ما ردش عليا، قلت راه يكون خارج على برا ولا ملهي مع خواتاتو ولا حاجه خليته. قال لهم السيد كاع ما سول فيا ما دور عليا. قال لهم هذه قريب سيمانه. قال لهم جيت نعاود ندق عليه. قال لهم دقيت عاود ما حلش عليا ونضر يدل في الدار. قال لهم درت مع الفصاد الاخر هكذا نحاول نرقب من السرجم. قال لهم قلباتني الريحه. قال لهم شكيت ما ربما راه تكون شي حاجه خلاها خانزه ولا تكون صريت له شي حاجه في الدار. اتصلت بخواتاتو يجيو. مين جاو راهم تلقاو هذا المنظر. هما دخلوا هنايا باش يديروا الاجراءات ديالهم. لقاو السيد فعلا بدا يتنفخ، الريحه خايبه، الدار لقاوها منظمه يعني ماشي مرونه. لقاو واحد الطابله معمره بالشراب، لقاو بزاف ديال الكيسان يعني الناس كانت جالسه هنا تشرب. لقاو واحد العشاء طايب وماشي موكول. المهم صوروا مسرح الجريمه، داروا الاجراءات ديالهم كامله كما يجب. ملي سالاو غادي يصيفطوا الجثه لمستودع الاموات باش عاود الطب الشرعي يقول لهم واش داك الدم اللي كان خارج منه ودوك الطعنات اللي كانوا فيه هما اللي قتلوه ولا تقتل بطريقه تانية. لحقاش شحال من واحد راه حتى كيخنقوه ويوليو يقتلوه، واخا هكذاك الطبيب الشرعي راه كيعرف بلي مات بالخنق. لان ما كيفاش غادي نصورها لكم بحال داك الجسم ديال الانسان هو كيبلغ على شنو طرا فيه. العروق اللي طرطقوا ها فوقاش طرطقوا ديال العنق قبل نتاع الصدر نتاع الرجلين، ها كيفاش الجسم بحال قلتو راه كيهضر مع الطبيب راه عارف وقاري عليه مزيان. نرجعوا هنايا لمسرح الجريمه. البوليس هنا غادي يبدي البحث مع الناس اللي دايرين بهذا السيد باش يعرفوا اش وصلوا لهاد الحاله. غادي يسولوا خواتاتو واش هذا خوكم ساكن راسو
واش خوكم مزوج، واش خوكم كدا، مهم باش ياخدو منهم المعلومات. الاخواتات ديالو قالوا لهم ودي هذا خونا الوحيد، وملي ماتوا والدينا خلاو هاد الدار فيها 3 ديال الطبقات. قالوا لهم وهو كانت عنده شي 45 عام وكان مبلي، وحنايا مزوجات وبديورنا، خلينا له الدار، يلا يكريها يتمعش منها، مع هو مبلي يلا تقدو في البليه ديالو. كنا كنشوفوه وكيشوفنا، وهذه هي العلاقه ديالنا، ما كناش كنتحاسبوا معاه، عارفين هما خدام ما ردام. قالوا لهم تعرفوا شي صحاب عنده؟ قال لهم لا، حنا حدنا الراضي نعرفوه حيتاش كبر معانا في الحومه وبقى معنا داك الكونتاكت، تا هو معرفه ديالنا من الصغر ومن القديم. ما استفدوا والو من الهضره تاع خواتاتو، ولاو عند الراضي. قالوا ليه واش تعرف شي صحابو؟ قال لهم لا، هو كان عزيز عليه الشراب وعزيز عليه القصاير، وانا داك الجو ماشي ديالي، انا اغلب الكونتاكت ديالي معاه كان في الميساجات وفي التليفون، وكنا كنتزاوروا هكذا، يجي عندي من الويكاند للويكاند كنعرض عليه هكذا، اولا نتلاقى انا وياه في شي بلاصه. قال لهم كنت نحاول نخرجوا من داك الجو، ولكن هذاك هو طبعه، ما عندنا ما نديرو. قال لهم انا راجل مزوج وبوليداتي وهاد الطريق خاطيني. هنا ولاو يسولوا الجيران قالوا لهم بلي هو كان ساكن في الدار لتحت، وما كانش يكري دوك الشقات ودوك البارتمات على انهم بارتمات، لا، قال لهم كان كيكري بالبيوت، مره يكري لدوك البنات اللي خدامين في الوزين، مره يكري الرجال اللي خدامين في البني، مره يكري البنات اللي طالبات. قالوا لهم من كتر ما شي طالع شي نازل ما بقيناش نحضيو، من كتر ما عنده الدرديس في داك الدار، عنده الهلاله في ديك الدار، وفي اي لحظه وفي اي لقطه تقدر تسمع الضحك بصوت عالي، تقدر تسمع تقرقي، وتقدر. قال لهم ما بقيناش نركزوا معاهم، ولا مع من ندخل ولا مع من نخرج. هنا البوليس ما لقاو والو، ما عندهمش كاع راس الخيط. اش غادي يديروا؟ بقاو يستناو تقرير الطب الشرعي. اللي ملي خرج قال لهم بلي السيد كان شارب وكان متعاطي للمهلوسات ولشي حبوب اخرين. قال لهم الضربه اللي جاتو في الراس من اللور بشي حاجه على راده، يعني كما نقولوا بحال قلتهم طرقه ولا حجره كبيره ولا حاجه يعني ما كتدخلش في الجسم. قال لهم اللي ضربوا سخفوا من ديك الضربه عاد خدا راحته وبدا يطعن فيه عشوائي. قال لهم بلي السيد تقتل ما بين 2 ل3 تاع الصباح، وتقتل هذه مده سيمانه. هنايا بقاو يستناو التقرير ديال الشرطه العلميه اللي جابت لهم البصمات كان فيها بصمات تاع مول الدار تاع كريم، كان فيها البصمات تاع 3 تاع البنات ولا نسا. كان فيها نورة اللي كانت عندها 24 عام، كانت عزيزة اللي عندها 26 عام، وكانت جميلة اللي عندها 22 عام. جابوهم ب3، ولكن هاد البنات كانت كل وحده ولا دريسه ديالها في جهه. واخا هكاك جابوهم، بداو التحقيق، بداو مع نورة. قالوا ليها كريم السملالي تعرفيه؟ قالت لهم لا ما نعرفوش. قالوا لها احنا غادي نجيبو البصمه ديالك غير هكاك، احنا شديناك غير هكاك، احنا ما حناش نلعبو هنايا. قلت لهم نعرفو. قالوا ليها فين تعرفيه؟ قلت لهم كنت كنسهر انا وياه. ايوا. قلت لهم شي مرات انا وصحاباتي. شكون هادو صحاباتك؟ عزيزه وجميله. قالوا لها نتوما ب3 تسهروا معاه؟ قالت لي شي مرات كنسهروا مع حنا ب3، وشي مرات كيجيو صحابنا حتى هما يسهروا معانا. ايوا. قلت ليه كنجلسوا كل وحده هكذا مع صاحبها في بيت متفرقين، وكان يخليكم؟ كان يخلينا سيدي، ما كانش يقول لنا. ايوا زيدي. صافي هاد الشيء سيدي اللي كاين. وعلاش تجي فيه ديك الحاله؟ سيدي انا ما درت فيه حتى حاله، الا كانت شي جريمه انا ما درت فيه حتى حاله. حنا قلنا لك شي جريمه؟ حنا ما قلنا لكش كاع الجريمه، انت راكي عارف بلي كاينه جريمه ياك. سكتات وما بغاتش تزيد تهضر. سولو صحاباتها، سولو عزيزه، سولو جميله، قالوا نفس الهضره اللي قالتها هي وسكتوا، بغاوش يقولوا. كنا كنمشيو نسهروا عنده، كنا كنمشيو مره كنجيبو حتى صحابنا معانا، هو كان موافق. هنا البوليس ولاو عند الجيران، عطاوهم السميات ديالهم، عطاوهم تصاورهم، قالوا لهم واش كتعرفوا هاد البنات هادو؟ واش شفتوهم يدخلوا؟ واش شفتوهم يخرجوا ولا لا؟ البوليس هنايا خاصهم
بيست اخرى باش يعرفوا البصمات ديال البنات، واش هما فعلا كانوا معاه في الوقت نتاع القتيله ولا كانوا من قبل ولا من بعد، وبقاو البصمات ديالهم تمايا. المفاجاه الكبيره هنايا ملي الجيران قالوا لهم شفناهم، هادو كانوا كاريات عنده في الدار. هادو ماشي كانوا سيدي يجيو مره لا، هادو كانوا ساكنين هنايا. تقدروا تسولوا مول الحانوت، تقدروا تسولوا الخضار، تقدروا تسولوا، هادو كانوا ساكنين معانا في هاد الحومه. شحال هما ساكنين هنا معكم في هنايا في هاد الجهه؟ قالوا لهم هادي 6 شهور. وملي سكنوا هما في الاولى بكري قالوا لهم كنا نشوفوا الناس مخلطه، وكانوا البنات مخلطين، ومين جاو هاد الثلاثه بقينا نشوفوهم غير هما، ولكن كنا كنشوفوا الرجال كيجيو. واش كان كيكري لهم بوحدهم ولا كانوا يجوا عند هاد البنات الله اعلم، حنا ما كناش حاضرين على الدار صافي. داكشي تكرر وتخلطت علينا الدعوه صافي، خليناهم دبر راسهم. اذا البنات كانوا ساكنين هنا 6 شهور. هاتوا لنا البنات، قالوا لهم الجيران راهم يقولوا بلي كنتو ساكنين هنايا وكارين هنا 6 شهور. قالوا لهم لا سيدي، ايوا من ما كنتوش ساكنين هنا فين كنتو؟ كنا سيدي في الجهه الفلانيه. مشاو على سعدهم ووعدهم، مشاو يدوروا فين كانوا ساكنين، الادريس اللي عطاوه لهم. مشاو سولوا مول الدار، قال لهم فعلا كانوا كاريين عندي، ولكن كانوا كيدخلوا الرجاله وانا ما قبلتش سيدي. انا هذه الدار محترمه، انا ما بغيش داري تكون تاع الدعاره. قال لهم وراني قلت لهم دخلوا لينا رجال، ما كان لاش بقاو ساكنين، قلبوا على راسكم، انا ما قديت على مشاكل وما قديت على الحرام. فوقاش سيدي خرجوا من عندك؟ قال لهم خرجوا من عندي هذه 6 شهور. ايوا عاود رانا دوك البنات اللي هنايا هادو راهم كيكذبوا، ماشي هادي اول كذبه وماشي هادي تاني كذبه. البوليس هنا خاصو يعرف مع من راه يتعامل، باش يعرف كيفاش يتعامل معاه، كيفاش يقدر يوصل للاعتراف. غادي يبدي بنوره. نوره اللي كانت واحد البنت خرجت من الكوليج، ما قدرتش تكمل قرايتها، وها كان الحاله على قدو، مرض من كبر وما بقاش قاد يخدم عليهم. خوهم اللي بقى يخدم عليهم، ولكن ملي تزوج خوهم ما بقاش قاد يصرف على جوج ديار. الوغ هاد البنت خرجت تخدم. فاش غادي تخدم؟ قد تخدم في الديور، تخدم في مع موالين الحوانت، تخدم فاش ما لقات. مع الوقت عيات، لقات التكرفيس، لقات التحرش، وهي تخرج لها طاي صافي. السيده ولات عطيتها لي بار، عطيتها لي بواط، كتمشي مع الرجال، واللي جابته كتدور مع ميمتها ومع موالين الدار. هذه نوره. اما عزيزه وجميله فاتو كانوا صحابات قبل منها، وكانوا كارين هي وهذيك ومعهم وليداتهم. وحده كان عندها الولد عنده 4 سنين، والاخرى كان عندها الولد عنده 2 عام. نهار اللي تعرفوا مع نوره عطاو الوليدات لماواتهم، كل وحده ولدها ولا بنتها تقابلوا ليها الوالده ديالها، وناضوا كراو مع بعضياتهم. هما 3 تاع البنات بقاو كاريين اونصامبل، بقاو يخرجوا لعند الرجال ويجيبوا داكشي اللي قدروا يجيبوه. كما عاودنا في الاول، حتى مول الدار فاق بيهم، قال لهم انا ما قابلش على هذا الشيء، طردهم. البوليس ملي عرفهم ما بقاوش ساكنين في هذيك الدار واجهوهم وقال لهم خصكم تقروا وتقولوا لنا اش كاين. هنا غادي تبدي القصه عليهم هما ثلاثه، كيفاش اجتمعوا، كيفاش تلاقاو، وهذا الشيء اللي غادي نسمعوه في الاعترافات ديالهم. ونورا هي كانت الاولانيه اللي بدات تعترف، بدات تقر ليهم. قالت لهم ملي طردنا مول الدار، هضرات هنا هي مع صحاباتها، قالت لهم انا نعرف واحد السيد غادي نسول واش بغى يسكننا، راني شحال مره نمشي نقصر عنده في الدار وهو راه كيكري الديور. مشات عند غادي تمشي عند كريم. قالت ليه صحاباتها كيفاش ودابا ما همش لاقين فين يسكنوا، مول الدار جرى من موراهم. قال لها ودي جيتي لقيتي كلشي عامر، الا بغاو يجيو يسكنوا في الصالون بلا ما خوات شي بيت وسكنوا فيها. قالوا لها مرحبا، حتى حنا باغيين غير فين نغطيو الراس. مشاو سكنوا في داك الصالون، ومع البيوت كانوا مكريين في ديك الوقيته الطالبات معاهم، يباتوا محيحين ويباتوا يكركروا ويباتوا لي زابيل وكان صاروا يهضروا بالجد. هذوك البنات باغيين يحفظوا باش ينجحوا، بقاو دوك البنات يخويو بالوحده. كل ما كتخوي وحده كتسكن في بلاصتها وحده من هاد البنات اللي حكينا عليهم، حتى ولات نوره شاده بيت، جميله شاده بيت، وعزيزه شاده بيت. هما شدوا السكن ابارتما كامله بيناتهم، وهو راه شاد السكنه لتحت. بقاو كيمشيو لي بار، يمشيو لي بواط، يمشيو مع الرجاله ويروحوا لديك الدار ينعسوا فيها.
اليوم غدا طالوا عليهم الايام، بغاو يديروا كما كانوا يديروا في المره الاولى عند السيد الاول، بغاو يجيبوا الرجاله لعندهم، حسن ما مره يقضيو الغراض في اللوطو، مره يقضيوها تحت الشجره، مره يقضيو الله يستر يا ربي في اوتيل. المهم راكو كتسمعوا بدوك القصص، ما كاينلاش ندخل التفاصيل ديالها. بهضروا معاه قالوا لي ودي بغينا زعما نستقبلوا هنايا الرجاله، واش معليش؟ قال لهم لا، قال لهم انا لما كاين شي راجل مجوج مع المراه ما يدخلش عندي لهنايا، نتوما بنات كريت لكم، انا ماشي مسؤول عليكم على برا اش كديروا، حنا الدار عندها احترامها. نولي انايا ندير وكر تاع الدعاره، غدا نتشد نولي انا طالع نازل في الكوميساريات؟ الا يكفي راني كاري لكم هكذا عشوائي. عياو ما كل مره هكذا في شي جليسه يجبدوا مع الموضوع، ما بغاش. بقاو هكذاك كتحكي نورا، قالت لهم حتى لواحد النهار قال لي يا ودي راه عجباني جميله، ولا تجي تجلس معايا وغادي نتهلا فيها. قالت لهم ملي حكيت الجميله، هي كانت الصغيره فيهم، كانت شي 22 عام. قلت لهم ملي حكيت لها وقلت لها ودي كريم اش قالك؟ قالت لها لا شكون قالها لك؟ غدا من غير غدا يقنطر عليا، يبقى يخدمني غير عنده، ما يدور معايا، ما يعطيني حتى فرنك، ويقول لي زيد يطردني من الدار. الا قلت لها الهبيله هذه هي الفرصه باش نقنعوه، صايبه راسك ونزلي عنده بشويه باش يخلينا نبقاو نجيبو هنا الكليان، حسن ما حنا نتمرمدو على برا ونص فلوس نمشيو في لوطيلات. قلت لها زعما اذا هو عنده زعما يوافق ويقبل. قلت لها جرب صاحبتي، شاكي خاسره، جربي، حاضر يبغي ويخلينا نديرو اللي بغينا. اللي تعاود تهضر معاه جميله في هذا الموضوع يقول لها لا هادشي ما مسلكنيش، هادشي كدا كدا كدا. قالت لي هو تجرب، قالت لي غادي اللي نجيبوه غادي نتقاسموا معاك بالنص، تجرب، ولا ما عجبكش الحال ديك الساعه ما نجيبو حتى واحد. قال لها النص؟ كيفاش النص؟ قالت له هو اللي دخلناه النص ديالك والنص ديالنا حنا ثلاثه بيناتنا. قالت ليه جرب. قال لها زعما هادشي فيه الفلوس؟ قالت له واه حسن ما رقاسك تستنى ديك 2 فرنك ديال الكرا، جرب، ولا ما عجبكش الحال ساهل ديك الساعه. قال لهم صافي غادي نقبل نجيبو غير واحد وغادي نشوف. هما ملي سمعوا هاد الهضره مخمخو مليح، قالوا حنا خاصنا نجيبو شي واحد اللي لاباس عليه باش السيد يطمع وباش يوافق لنا. فعلا جابوا اول كليان، جابوه لاباس عليه، ما هما يعرفوا لي كليان ديالهم شحال كيمدوا وشحال كذا. السيد من جا عندهم جابتو جميله، عطاهم 5000 درهم. هنايا هما شدوا 2500 وعطاوها 2500 درهم هكذا بارده مبرده. 2500 درهم في ليله واحده، كاع باطل والشراب باطل. عجبو الحال، قال لهم صافي بغيتو تجيبوا شي واحد جيبوه، ولكن نص بالنص، 50-50، راه ما نتعاتقش في هذا الموضوع. قالوا له جاتك، حسن ما نبقاو نتمرمدوا على برا. معايا لهاد النقطه ما يغفال ما يرمش، يركز ويسمع. سي كريم اش بان ليه؟ بان ليه ان هادو اللي كيطلعوا هاد الرجاله اللي الفوق وكيعطيو لهاد البنات الفلوس، اش دراني انهم كيتقاسموا معايا النص بالنص؟ غادي يخرج ليهم واحد القانون جديد، ما كانش اللي يطلع للدار حتى يدوز لعندي انايا ونتخلص انا منه، وانا اللي نخلصكم. سيدو حساب ليه راه فاتح شركه، ولان القناه محترمه كاين شي حويجات كنحكيوهم ماشي محترمين، ولكن كنضطروا نحكيوهم بطريقه نقدروا نسمعوها مع بانا ومع خونا ومع ولدنا ومع بنتنا، باش العبره وباش نتعلموا باش ما نطيحوش في هاد الحوايج. مهم السيد ولا بحال هو اللي مخدم دوك البنات عنده، بقى هو كيشد الفلوس الصحيحه، وهما غير نصهم اللي كيديروا الشيء اللي خارج على الطريق والمجال تاع الله يهدينا ويهديهم. هما كيتخلصوا النص كيتقسم على 3. بقاو يفكروا، قالوا هاد السيد اش زايدنا الدار، نقدروا نكريو في دار اخرى في بلاصه اخرى نتناقشين بيناتهم. قالت لها نهضروا معاه ونوليو نتقاسموا على 4. قالت لها من بعد ما كان يشد النص زعما غادي يبغي يتقاسم معنا على 4، هاي يجري من مورانا. قالت لها ونخرجوا من عنده وكاع. بقاو مهم بيناتهم يهضروا منا كيديروا له كيما يديروا له. كتقول نورا في الاقوال ديالها، قلت لهم خليوه ليا، ضربوا عليا انايا، انا غادي ندير ليه واحد الحل. قلت لهم بقيت ندير له الدواء تاع النعاس،
ندير له الدواء تاع النعاس نعسو، نحط حداه القرعي ديال الشراب. الصباح نحطو له ديك 200 و 300 درهم. الصباح كي يفيق نقولوا له انت شربت، انت هكذا، راه ما جاش الكليان، راه جاو هذوك الناس اللي ما فحالهمش، راه مني منا. قالت لهم النهار الاول الثاني، قال لهم حتى دازت واحد السيمانه وهو يقول لنا هاد الشراب اللي ولا يقر فيا هكا انا غادي نوقفو، غادي نقطعو. قالت لهم وقف الشراب عاود واحد السيمانه، عاود زهرت عنده الدعوه. قالت لهم ولا هو يطيب الراسو ويشرب الراسو، شك فينا. قالت لهم بقيت نحضي معاه كي ندير. قالت لهم غفلتو، جيت نحط له واحد القطره تاع المنوم في الكاس ديالو، الدوره اللي يدور يلقاني كنحط له فيها. قالت لهم شدني بدا ضرب فيا يضرب فيا دقدقني ويقول لي يا الفاعله يا التاركه يا الكذابه يا السراقه كتدي لي فلوسي. قالت لهم فلوسنا ولا فلوسو؟ قالت لهم عطاني قتله ديال العصا. قالت لهم ما جاو البنات يسلكوني كان مرمدني يردني كي الكلبه. قالت لهم قالنا من اليوم حتى وحده بكم ما تبقى عندي. قالت له البنات عاد كيتناقشوا معاه وانا بداك الحر وبداك الحريق اللي ضربني وديك الدقديقه اللي دار لي. قالت لهم مشيت لواحد المطيرقه كانت عنده تحت البلاكار، قالت لهم هزيتها وانا نعطيه للراس. قالت لهم ما عبيتش كي درت له. قالت لهم وما بردش خاطري. قالت لهم مشيت للكوزينه وشديت الموس وبديت نضرب فيه. قالت لهم داك الضرب اللي ضربني خلصته فيه. قالت لهم عياو صحباتي بركه الله يهديك اش هادشي. قالت لهم ما قديتش. قالت لهم داك الضرب اللي ضربني وديك التقسيحه اللي قصحني، قالت لهم ما تهنيت حتى رديتهم فيه. قالت لهم ما جيت نسالي. قالت لهم صحاباتي بقاو يقولوا لي نورا اش درتي، نورا خرجتي على راسك وخرجتي علينا. قالت لهم هادشي اللي كتابلو، هنايا خبزت وكملت، ما عندنا ما غادي نديرو. ما درتها له شي بالعاني هو وصل راسو. قالت لهم يلا كل وحده بينا تمشي لدارهم بحال ما درنا والو، بحال ما شفناش، ما شفتوني ما شفتكم، اللي قال لكم قولوا له ما عندنا شي الخبر. قالت لهم ومشينا، سدينا الباب من مورانا، جمعنا سوالحاتنا وسدينا الباب من مورانا ومشينا. قالت لهم حتى جيتو شديتونا، هذا الشيء اللي عطا الله. من بعد هاد الاعترافات ديالهم ومن بعد ما عرفوا كريم اش كان داير ومن بعد ما عرفوا علاش تقتل، داروا اعاده تمثيل الجريمه، تقدموا للمحاكمه. نورا خدات 25 سنه لان قتل غير عمد، جاب الصدفه ما دارتها شي بالعاني. والبنات خداو 5 سنين لكل وحده فيهم لانهم كانوا كيمارسوا الفساد ولانهم تسطروا على مجرم. ما جاوش يبلغوا، كون جاو بلغوا تنقص عليهم المده السجنيه ديالهم، ولكن ما بلغوش خداو 5 سنين. وهذه النتيجه تاع اي واحد كيمشي في الحرام واي واحد كيبغي ياكلها بارده وياكلها ساهله. الحياه خاصك تخدم عليها وخاصك الحاجه باش توصلها حتى تبذل لها مجهود. اما داك الطريق الساهل راه الحاجه اللي كتجيك سهله في الساع كتمشي في الساع. وهانتوما كتشوفوا كريم ما تعبش في ديك الدار، بغا يدخل الفلوس ساهلين ماهلين. شوفوا فين وصل. البنات تاني تقهروا من تماره، ما قراوش مليح باش يخدموا بقرايتهم. وهانتوما كتشوفوا المصير في التالي. فقولوا لي شنو بان لكم في اللي داروا كريم وشنو بان لكم في اللي داروه البنات. قصتنا هنايا رسالات، ولكن الجرائم راه ما كيساليوش، وكل يوم كندير لكم قصه. فعندكم تنساو الموعد ديالنا غدا ان شاء الله. نقول لكم السلام عليكم وتهلاو.